وما بعد أشكر صابون همسات الشاعر أيمن إسماعيل والأستاذة مشيرة على الدعوة الكريمة وعلى تقدير ضيوفهم، وأشهد لهم بالنظام. هذه حقيقة، ولهذا الكلام مفتوح حول الباشمهندس أحمد سعيد حول الصالونات. فقط أريد أن أضع بين قوسين ليس كلمة الصالونات الإسكندرية، لكن صالونات سكندرية. والحقيقة أن المشكلة ليست في الصالونات، بل هي المشكلة في أشخاص. هذه يجب أن نضعها بين قوسين ونضع تحتها خطا أحمرا واضحا، فليس معنى خروجات ترامب أو الأمريكي المشؤون هذا أن أمريكا دولة فاشلة أو همجية أو أنها لا تقدر الحقوق مثلا. هذا هو ما يسير في الثقافة السكندرية، بل أزيد على ذلك والكلام ليس ضد أحد أن بعض القائمين على الصالونات سواء في الإسكندرية أو في أي مكان هم أخلص من بعض القائمين عليها في الجهات الأمنية، لأن أصحاب الصالونات لا يرتجون راتبا، لا يرتجون منصبا، بل ينفقون في جيوبهم